السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة بلاد صحية طبيعية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي كنت غادي نبارطاجيه معكم في شهر رمضان. المهم بعدا نسولكم كي دوزتوا رمضان، نتمنىكم انكم تكونوا دوزتوا بخير وعلى خير، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ومبروك عيدكم، مبروك عواشركم وخا جات مؤخرة، سمحوا لي بزاف. المهم هذا فيديو جد مهم تحت الطلب ديال العديد من البنات اللي طلبوه. الخميرة البلدية يعني دوزتها كاملة في رمضان، كنعجل كل يوم. كتفعلوها في الليل وكتعجنوا بها الغد، ما كتجي لا حامضة لا حتى شي حاجة، كيقدروا ياكلوها الوليدات معاكم، ما فيهاش الحموضة وما كيعرفوهاش نهائيا واش خميره بلديه ولا لا، من غير لما قلتوها ليهم. المهم كل نهار مره ندير بوشيار، مره ندير بطبوط، مره خبيز. هنا راه غتلقاو لا فيديو تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر، غتلقاوه مشكل ومنوع. كل نهار كنصور لكم شويه. يعني غتلقاو الخبز، بوشيار، البطبوط، داكشي متنوع. المهم باش ما نكثرش عليكم الكلام، نقول لكم انني انا ربيتها هاد المره ماشي باللبن. الا ما كانش توفر عندكم اللبن يمكن لكم تربيوها بالتمر. كتغسلوه، كتحيدوا ليه هذاك العظيمات ديالو، كديرهم في القريعه هكا، كتخلطوا بالفارين ديال يعني الدقيق، القمح الكامل او هذاك لي بودر. دابا نوريه لكم الصوره وغتشوفوا كذلك الطريقه ديال العجن ان شاء الله الا تبعتوا الفيديو حتى الاخر. هنايا راه كتشوفوا فيها راه خمرات، خليتها 48 ساعه، يعني كتخليوها يومين. كتولي لكم بهذا الحجم. كانت غير النص، شو تبارك الله ما شاء الله، لقيتها فاضت وشي مره كنلقاها نازله فوق، يعني فوق داك البلان دو طرافاي، تخرج من القرعه واخا القرعه يعني محكمه الاغلاق. سبحان الله، ما تيقولك الله يفيض رزقكم كما فيض، يعني بحال الخميره فايضه. هادشي اللي كاين هنا. كتشوفوا في الصوره عجنت وعاودك فعلتها في القرعه، شفتوا كيفاش دايره خامره ما شاء الله. وكذلك كندير دوك الزريعات اللي ما عمرني ما نكتهم في هاد رمضان، يعني دائما حب رشاد، شي حبوب الشيا وزنجلان، واللي متوفر عندكم هذيك حبه السوداء اللي بغيتو. حتى الوليدات ما كيحسوش بهم، خصوصا ملي كديروا داك البطبوط عامر او بوشيار عامر بالخضره والكفته، وهذا كيجي رائع. غادي تشوفوا لا فيديو وغتشوفوا طريقه العجن وكيفاش كتحتفظوا يعني بيها في واحد الجو يكون دافي، كيفاش كتعجنوا. دابا راه ولا هانتم هذا هو الشيار اللي درت عامر بالكفته، شوف كيفاش كيجي، يعني رطب وزوين وخفيف. وإلا يعني الا بقى لكم عاود تقدروا ديروه في مجمد، وملي تبغيو تسخنوه ديروه في يعني في كسكاس بحال كيفور، كيجي بحال يلا مخبوز يعني رطب. الخبيز تا هو كيجي بحال على هذا الشكل. غتشوفوني طريقه العجن، غندير البطبوط وغنقص منه الخبيز. يعني بوشيار كنت درتو يوم اخر، ماشي العجينه ديال هي هاد العجينه كتكون مرخوفه بحال هكا، ديال العجينه ديال بوشيار كتجي عجينه مطلوقه بمعنى الكلمه، هذه ديال بوشيار. ومن بعد غتشوفوا معايا طريقه العجن ديال البطبوط والخبيز. كما قلت لكم ملي تنبغي نعجن كنعجن انا غير في الروبو، كنغسل الروبو بميه سخونه، وعاد هو ملي كيخدم راه كيدفى، كيزيد السخونيه، وكنديرها تخمار في واحد البول هذا اللي كتشوفوا ديال البلاستيك، كنلويها في واحد يعني في واحد المنديل، وكنحطها قريبه البوطه اللي كتكون شي حاجه يعني الكوزينه كيكون الشرج مسدود. هذه كنهضر لكم على يعني الجو بارد، اما دابا راه الجو عادي.
على فكرة هذا هو الدقيق لي بوتخ اللي شفتو في الصورة. هنا هذا راه بطبوط، يعني قرصتو، راه كيبانو لكم دوك الزريرعات فيه، هو قرصتو حطيتو فوق هذاك الكويزينيي. هذا بوشيار، تا هو درتو نهار اخر كيجي رائع، هو اللي قلت لكم تقدروا دهنوه، تقدروا تحتفظوا به في مجمد. والله العظيم ملي كتعجنوها وبحال هكا كنجع معاكم وكلشي كتفرحوا تاكلوه نتوما مرتاحين، كتعرفوا بان الدور ديال الخميره البلديه عنده دور كبير في تنشيط الامعاء. يعني كيكون عندنا عمليه الامتصاص كدوز يعني بطريقه جيده على مستوى الامعاء الدقيقه، ما كيكونش نقص في لي فيتامين، بخصوص هذاك الحديد وفيتامين دي وباقي يعني متبقي الفيتامينات. راه الدور ديالو هو ملي تيكونوا الامعاء الدقيقه جد نشيطه وكتقوم، وحتى الامعاء الغليظه وكتقوم بالامتصاص، بعمليه الامتصاص يعني على احسن ما يرام. هذه هي العجينه، هذه هي طريقه العجن هذاك البطبوط الخبيز. ونفس الطريقه بالنسبه للبوشير، غير هو كتزيدوا ترخفوا العجينه، كتزيدوا ليها الماء والدلك حتى تجي مطلوقه. هنا كما قلت لكم البنات طريقه تفعيل الخميره باش ما تجيناش حامضه بزاف، يعني هذه راه ما فيهاش الحموضه، واحد شويه كتلمطوا فيها. هنا درت قياس ديال كاس ونص ديال العنبه بلا ما تنعبر، زريعات كما قلت لكم، حبوب الشيا، حب الرشاد اللي متوفر عندكم. المهم نرجعوا لطريقه التفعيل، بحال غتعجنوا الغد في الليل كتفعلوها، كتزيدوا ليها شويه الدقيق وتزيدوا ليها شويه ديال الماء، غير ما ديروش الدقيق ديال الفورس، يعني ما تستعملوش. هي هذا لي بوتر، راه هو داك القمح الصلب، يا هذاك الفينو ولا دقيق الشعير كذلك. هنا ضفت ليها معلقه ديال العسل، يعني الطبيعي، انا كنفضل العسل، نتوما ديروا اللي بغيتو اللي متواجد عندكم، معلقه السكر اللي بغيتو. وهنا غنزيد واحد الاضافه يعني غير من عندي هذا الخروب مطحون، قلت علاش لا، باش تجي يعني خبيز وبطبوط يعني كامل مكمول فيه كاع سميتو. كيف كتعرفوا الدور ديال هذا الخروب راه حتى هو صحي وزوين، كيليق بزاف ديال الحوايج بالنسبه للجسم ديالنا، وهو كيحلي في نفس الوقت. اللي الناس اللي عندهم السكر يقدروا يديروا الكعك ديالهم في اي حاجه كيكون فيها السكر. هذا هو لي بوتر، نعاود هذا راه في اليد البنات اللي كاينين هنا، كيدير شي قريب دورو ما واصلاش. شفتوا كيفاش الشيار كيجي مبوق ومنفوخ. والمهم نمشيو للعجينه. ها هي كيف كتشوفوا كنضيفوا ليها زويته ديال بلديه، زيت الزيتون، يكون هذا هو القوام ديال العجين بالنسبه للخبز والبطبوط. كما قلت لكم ماشي هو ديال بوشيار كيجي مطلوق بزاف، كما طلقتوها كتكملوا ليها الدكراس في المقله. الا كان هذاك بوشيار كيجي خفيف، كما كانت العجينه خفيفه حتى في النتيجه كتعطيكم كذلك كيكون خفيف صافي. والملح ما تنساوهاش البنات، طريقه الملح ضروري كديروها حتى الاخر. وغادي ندير لها واحد البلاستيكه ونسد عليها بديك سميتو، نغطيها كما قلت لكم بواحد المنديل ونخليها 4 سوايع، ما كتفوتهاش طيله شهر رمضان، يعني اللي هو شهر 4 والاخر شهر 3 كان الجو باقي شويه بارد. اما دابا راه سخن الحال. هي راه الا عجنتوها في الليل حتى الصباح كتجي واحد شويه في هذيك الحموضه، لانها كتجاوز 4 السوايع. الا عجنتوها في الصباح يكون احسن، كتخبزوها في العشيه، يعني اللي عنده الحال بارد. اما هي 4 السوايع كتخمر معاكم.
وكن مره كنقيو ديك القرعه، كنخويوها وكنقيو ديك القرعه. هي شوف ما شاء الله كيفاش طلعات الخميره، العجين كيفاش خمارت، يعني جات خامره ما شاء الله. ودوك الزرارع فيها نتيجه رائعه، حتى داك الخروب راه تيبان في داك اللون، تيغير اللون. كما الا درتو زعما كونتيتي ومع رمضان الواحد كياكل بزاف د الحوايج كيشيط داك بوشيار. انا ما كنديرش لما يعني لما بارطاجيتش ما ذوقتش ولا ما كان زعما حتى شي حد ولا كنديرو في المتمد. شفتوا كيف تجي العجينه، يعني عجينه مرخوفه شويه ولكن ديال الخبز والبطبوط. هذه انا دابا زدت عليها شويه وغادي نسد عليها. وديروا دائما الماء المعدني باش كتكون دائما الخميره ناجحه معاكم، وكتبقاو بحال هكذا دواليه باش تبقى الخميره دايره عندكم. انا راه شي مره كنفرق على 3 القراعي، كنبقى كل نهار كنعجن من وحده. وهذه هي النتيجه ديال هاد العجينه. هي دارتنا البطبوط وجا داك المنفوخ، كتشوفوا داك اللون ديال الخروب فيه. ديروا بيه دي ساندويش، تاكلوا بيه طاجين اللي بغيتو. والخبيز قسمت العجين، يعني خرجوا لي هاد الخبيزات يعني الا بغيتو تشكلوا تكرسوهم يعني على حساب الذوق اللي بغيتو. كنتمنى يعجبكم البنات، لا فيديو يكون واضح، ولا بغيتو المره الجايه ان شاء الله غادي نبداها معكم من الاول، النهار اللي درتها والنهار اللي خمارت. خليوا لي في التعاليق اللي بغيتو نعاود معكم فيديو اخر. وسمحوا لي نظرا زعما للشغل ولا قلة الوقت، شحال وانا دايره هاد لا فيديو وما لقيتش الوقت اللي غير نسجل فيه. راكم عارفين كيبغي الواحد تشجيعات، كيبغي لي كومونتير باش تعطيوني يعني القوه وتعطوني الحماس باش نبارطاجي معاكم ونتشجع وكل شيء. ملي كتلقاي بزاف د الناس ما كيدخلوش ما كيهتموش، انت كتضيعي شحال الوقت في المونتاج وباش تسجلي وما كاينش الناس، يعني بحال الانسان كيدير شويه. هذا هو اللي كاين. كنتمنىكم تشجعوني بالتعاليق ديالكم وبلي لايك.